السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات مطبخ بهيجة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كما كتشاهدوا اليوم الوصفه ديالنا هو البغرير اللي غادي نشرح لكم الطريقه باش كنصوبوا بالمقادير بالطريقه ديال الطهي ديالو باش كيجي بهذه النتيجه هكا كما كتشاهدوا. والان غندوزو المقادير. غادي نحتاج 75 سنتيلتر ديال الماء دافي، 450 غرام ديال السميد القمح الصلب او السميده الرقيقه، 150 غرام ديال الدقيق الابيض، 2 خميرات الحمرين كيماويه، ملعقه صغيره سكر سميد، ملعقه صغيره ملح، ملعقه كبيره خميره ديال العجين، وجوج ملاعق كبار ديال الخل. اول حاجه كناخذ الخميره ديال العجين، كنوضعها في واحد الزلافه، كنضيف ليها ملعقه صغيره ديال السكر سميد، كنضيف لهم الماء ونحركهم ونخليهم جانبا باش تطلق ليا الخميره شويه. في اناء غادي نوضع 450 غرام ديال السميد القمح الصلب او السميده الرقيقه، كنضيف ليها 150 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، ثم تنحرك نخلط هاد العناصر. كنضيف ليها الخميره اللي درتها وضعتها في الماء مع السكر سميد، وكنبدا كنخلط. انا كنفضل في الاول انني نستعمل اليد ديالي لان انا كنتحكم اكثر في العجين. كنضيف جوج ملاعق كبار ديال الخل، ثم كنضيف الماء بشويه بشويه، كنبقى كنضيف الماء وكنحرك. صافي كنبقى كنحرك وكنضيف الماء، وفي هذه الاثناء كنضيف الملح. يعني الملح ما كنسبقوش في الاول، كنخليه حتى كنخلط العجين، نخلطو شويه مزيان يجي بحال هذا الشكل، يجي مطلوق، عاد كنضيف الملح. كنستعمل كذلك الطراب اليدوي، كيساعدني باش العجين تخلط جيدا. انا كنفضل نخلطها جيدا بالطراب اليدوي في الاول، عاد كنستعمل من بعد الخلاط الكهربائي. كما كتشاهدوا انا كنخلطها جيدا باش ينسجموا لي العناصر كلها مزيان مزيان، وحتى ديك السميده كتشرب، كنعطيها الوقت حتى كتشرب الماء، يعني كتشرب الماء مزيان. هذاك اللي نضيف ما كنديرهاش دغيا في الطراب الكهربائي، لان السميد من بعد كتولي كتشرب داك الماء والخليط كيجي خاطر. يعني من الاحسن في هذه المرحله خذوا الوقت ديالكم مع البغرير. استعملوا دائما اليد في الاول. انا بالنسبه ليا كنستعمل دائما اليد في الاول، كنخلط جيدا، من بعد كنستعمل الطراب اليدوي وكنبدا كنخلطها جيدا. كنضيف الماء بشويه 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 وانا كنحرك باش هذيك السميده كتشرب داك الماء والخليط كينسجم عفوا جيدا. كما كتشاهدوا كنحركها، خص الخليط ما يجيش كما قلت ثقيل وما يجيش جاري. يعني انا هاد المده ديال اللي كنخلط فيها البغرير كتراوح ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق. يعني كما قلت في الاول كنعطي الوقت للسميده انها تشرب الماء مع الدقيق باش يبقى واحد الخليط ما جاريش ما ثقيلش، يعني كيجيني ساهل انني نطيبه من بعد. في هذه الاثناء غادي ندوزها في الطراب الكهربائي. هنا مازال ما درتش الخميره الكيماويه، يعني غنضيفها حيت كندير العجين في الطراب الكهربائي. صافي كنعمر الكاس بالخليط ديالي، كنخلط هو الاول شويه في الطراب الكهربائي هذا الخليط، عاد كنضيف له من بعد الخميره الكيماويه. هنا استعملت 2 اكياس ديال الخميره الكيماويه.
صافي كما كتشاهدوا غادي ندوزهم في الطراب الكهربائي مره تانية باش ينسجموا العناصر، والعجين كيجي متجانس جيدا، يعني كيجي العجينه ملسه، يعني الخليط سائل واملس، ما كنحس ما كتبقاش ديك الحروشيه ديال السميد ديال السميده الرقيقه. صافي كنحيد الخليط ديالي من الخلاط الكهربائي وتنوضعو في واحد الاناء اللي غادي نغطيه باش نخليه يخمر واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. هو البغرير على حسب درجه حراره المطبخ، الا كان سخون الحال راه ما كيتطلبش اننا نخلوه يخمر واحد المده، يعني راه دغيا كيخمر بهذيك الحراره الا كان سخون الحال. اما الا كان الحال بارد فضروري البغرير باش يصدق ليك خصو يخمر، يعني تخليه واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. وهنا غندوزو لطريقه الطهي. كما كتشاهدوا غناخذ مقلاة كنخليها خصيصا للبغرير، كناخذ واحد المغرفه ديال الخليط كنكبها بسرعه، كنكبها ومن بعد كنهز المقله وكنحاول ندور الخليط يجي دائري في المقله. يعني المغرفه انا ما كنبقاش نستعملها باش كنعس بها مثلا او نفرق بها الخليط، كنستعمل المقلاة هي باش نوزع الخليط داخل المقلاة. صافي من بعد في الاول كنجهد النار كما لاحظتوا حتى كيبدا كيتقب ليا البغرير كما كتشاهدوا، ومن بعد حيت كنشوف البغريره تقبات تقريبا كلها كنقص من درجه الحراره كما كتشاهدوا، نقص من النار وكنخليه يطيب على نار مهيله باش ما كيتحمرش بزاف من التحت. هذه هي الطريقه المعتمده عندي باش كنطيب البغرير. في الاول كنكب الخليط، كنستعمل المقلاة هي باش كنوزع الخليط في المقله، كنجهد النار في الاول حتى كتبان لي البغريره كلها بدات كتثقب، من بعد كنقص النار باش نخلي البغريره طيب بالمهل وما تحمرش بزاف من التحت. هانتوما كما كتشاهدوا البغيره كتجي كلها مثقبه ومن التحت ما كتجيش محروقه او محمره بزاف. نفس الشيء غادي نعاود معكم مره ثانيه. كبيت شويه كنهز المقله كندورها بهذه الطريقه، يعني بواحد السرعه دغيا، كنجهد على النار كما شاهدتوا. صافي غنخليه يتقب كيبان لي البغريره كلها تقبات. عاد من بعد كنقص عليها باش نخلي البغريره طيب على خاطرها بنار مهيله ما تحرقش لي او لا تحمر لي بزاف من التحت. صافي كنبقى كنرد مع الباب. هو البغرير كيبغي الخاطر والصبر باش يصدق لكم. شتي كما كتشاهدوا البغريره كلها كتجي متقبه، كتجي صراحه كما شاهدتوا. انا الان نقصت من النار باش الان نخليها طيب في نار مهيله حتى كطيب لي العجينه كامله من الفوق ومن التحت. بطبيعه الحال ما كتحرقش وما كتحمرش، يعني كتجي العجينه طايبه من الفوق ومن التحت كما كتشاهدوا. هي طابت لي البغريره كيجي تبارك الله مثقب ومن التحت ما محروقش ولا محمر بزاف، كيجي يعني هاد الطريقه الا استعملتوها انا متاكده غادي يصدق لكم البغرير. انا صراحه هذه هي الطريقه المعتمده عندي باش كنصاوب البغرير. نتمنى هاد الطريقه اللي وريتكم اليوم تعجبكم وتستعملوها وتجربوها، وخلوا لي تعاليق. عاوتاني مره اخرى كنعاود نفس الشيء، انا سمحوا لي الا طولت في هذا الفيديو ولكن عا باش نوريكم الطريقه كيفاش كنطيب البغرير. نفس الشيء كنكب بالمغرفه، كنحرك بالمقله، كنوزع العجين بالمقله، كنجهد النار على البغريره في الاول حتى كنشوفها تقبت، يعني كلها تقبات. عاد من بعد كنقص على النار ونخليها كطيب وصافي. كنستمر في طهي البغرير حتى كنكمل الخليط كله.
كما قلت لكم سر نجاح البغرير هو طريقة التحضير. يعني في الأول كنخلطوه جيدا بالطراب اليدوي حتى كتشرب هذيك السميدة والدقيق الماء، وكنبقاو كنحركو حتى كنشوفوا القياس انه ما جاريش بزاف ما تقلش بزاف. من بعد كنزوزوه في الطراب الكهربائي. بالنسبه للاختمار كما قلت على حسب درجه حراره المطبخ. الا كان سخون الحال طبيعه الحال راه بغرير غادي نستعملوه بدون اختمار، يعني كيخمر دغيا لان مستعملين فيه خميره العجين والخميره الكيماويه. ولكن الا كان بارد الحال، يعني في المناطق اللي كيكون بارد الحال، ضروري ولو نستعملوا الخميره العجين او الخميره الكيماويه، ضروري البغرير خصو يخمر باش يصدق لكم. يعني نقولوا امتى كنقولوا باختمار او بدون اختمار، يعني راه كاين فرق على حسب درجه حراره المطبخ. وهذا هو الشكل النهائي ديال البغريد بعد ما طيبته كله. كما كتشاهدوا كيجي تبارك الله مثقب، كي داير كي الشهده صراحه. طيب مزيان، يعني ما محروق ما محمرش بزاف. كتجي البغريره متقبه مخرقه كلها. يعني صراحه البغرير كيجي ناجح 100%. نتمنى صراحه تجربوا هذه الطريقه باش وريتكم، سواء اعداد الخليط او طريقه الطهي. فإلا تبعتوا هاد المراحل كلها انا متاكده غادي يصدق لكم وينجح لكم البغرير. وكما العاده كان البغرير ديالنا دائما كنرافقوه بالزبده المذابه وشويه ديال العسل. صراحه البغرير كيجي زوين ورائع، طبق مفضل عندنا بزاف بزاف والايام الاعياد وغير الاعياد. نتمنى تجربوه وتخليوا لي التعاليق. اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله. ما تنساوش ضغطوا على زر الاشتراك وتخليوا لي التعاليق بطبيعه الحال. شكرا على المشاهده، شهيه طيبه للجميع. نتمنى نتلاقاو في فيديو قريب ان شاء الله. السلام عليكم.